فالآن زميلكم اللي أنتم شايفينه هلا أخذ رشوة على أحد الحواجز الضابطة الجمركية، وقف سيارة وأوهم صاحب البضاعة بأنه هو مخالف، وعلى أساسها قاضى رشوة. في مشهد يعكس مرحلة جديدة من الانضباط والمساءلة، شهدت إدارة الجمارك العامة في الساعات الماضية موقفاً غير مسبوق، حيث وقف مدير الجمارك العامة خالد البراد أمام عناصره ليعلن أمام الجميع فصل أحد العناصر من الخدمة فوراً بعد ثبوت تلقي رشوة على أحد الحواجز الجمركية. القرار كان حازماً وجاء ليؤكد أن زمن التهاون قد انتهى، وأن العدالة تبدأ من داخل المؤسسات نفسها قبل أن تطبق على الآخرين. وأمام زملائه وجه المدير كلمة قصيرة لباقي العناصر لكنها حاسمة، حيث قال: موضوع الرشوة خط أحمر، لن نسمح لأحد بأن يسيء إلى الثورة أو إلى صورة المجتمع الذي نحميه. وفي تلك اللحظة ساد الصمت، فالجميع أدرك أن الرسالة وصلت، وأن النزاهة ليست شعاراً بل التزام حقيقي. هذا الموقف وإن بدا قاسياً إلا أنه يرسل إشارة واضحة بأن محاربة الفساد تبدأ من القمة، وأن من أراد أن يخدم وطنه فليكن قدوة في الشرف لا مثالاً في السقوط. طبعا احنا في عملنا في الهيئة العامة للمناخ التجارية والبحرية في إدارة الجمارك العامة نحتاج أكثر في ضابطة مديرية الضابطة الجمركية. نحن هي الأماكن اللي وصلنا لها بالدولة وصلنا لها بعد معاناة 14 عام. هي 14 عام شهدت فيها معارك، راح فيها شهداء، ما في حدا من الموجودين إلا له قريب أو له أخ أو له صديق يعني استشهد في الثورة، أو على الأقل يعني عاش عذاباتها أو تأثر بقصف بيت أو منزل أو في داخله. فنحن هاي الأماكن اللي شغلناها الآن، نحن الآن هي الأماكن اللي نحن موجودين فيها الآن، موجودين لحتى نمثل الدولة، موجودين لحتى نحن نقوم بعملنا. فمجرد ما شخص من الأشخاص بيتجرأ بأنه يخون الأمانة المنقاط على عاتقه، فمباشرة رح تصير في المحاسبة. نحن الآن لما يكون في شخص موجود بيننا وبيرتشي، هذا نحن بالنسبة لنا كارثة، لأن نحن الثورة في الأساس قامت الثورة لأنه في سرقة، في فساد، قامت الثورة بسبب الظلم اللي موجود. فنحن نرجع نوقع في هذه المسائل من جديد. هذا الموضوع نحن بالنسبة لنا خط أحمر. فالآن زميلكم اللي أنتم شايفينه هلا أخذ رشوة على أحد الحواجز الضابطة الجمركية، وقف سيارة وأوهم صاحب البضاعة بأنه هو مخالف، وعلى أساسها قاضى رشوة. هذا الأمر نحن بالنسبة لنا هي كارثة. نحن الآن إذا بدنا نرجع مرة ثانية نفعل مسألة الرشاوى ونرجع نحن نوقف معاملات الناس، وأنت معاملتك بدك تتأخر لحتى تدفع، فنحن في الأساس إذا ما بنختلف شيء عن اللي سبقونا. والشهداء اللي استشهدوا في الثورة استشهدوا لحتى البلد يعيش بشكل آخر، لحتى أولادهم، لحتى المجتمع، لحتى نحن نقدر نمثل الثورة ونمثل مجتمعنا بأفضل صورة. فلذلك مع الأسف زميلكم الآن انتشر، راح يتم فصله، راح يتم طرده من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لإدارة الجمارك العامة والضابطة الجمركية، وبعد مباشرة يتحول القضاء بناء الجزاء. أنا بتمنى منكم جميعا يعني نحن نحط ببالنا بأنه نحن يفترض نمثل الدولة على أفضل وجه. نحن هي أمانة مقاطعة على عاتقنا. إذا كل إنسان منا بده يصير يدخل في هذا الطريق، مسألة الرشاوى والفساد وما إلى ذلك، إذا نحن كان يفترض فينا لا نطلع بالثورة ولا نحن نرجع نفرجي الناس مرة أخرى وجه آخر للنظام الجاري. نتمنى منكم جميعا يعني هي رسالة تكون موجودة عندكم وتنقلوها لزملائكم. الشخص اللي راح يوقع بهي الفعل أبدا ما راح يكون في رحمة ولا راح يكون في تسامح معه كائنا من كان، بغض النظر عليك مرتبته أو نزلت، كائنا من كان. وأنا ما كنت أتمنى أن يجلس يعني يتحدث معكم بهذه الطريقة، لكن بالنتيجة يفترض دائما كل إنسان بالفعل اللي يفعله يفترض بأنه يتحمل عواقبه، يتحمل النتائج
المترتبة على فعله. وإن شاء الله يعني أنا بتمنى إنه بيوم من الأيام تكون هاي الحادثة هي الأخيرة، لأنه بصراحة ما حدا مبسوط لما بيجمع الآخرين وبيفاجئهم بأنه هذا الشخص اللي هو كان يعني كان قبل فترة من زميلنا وعم يمارس معنا مهامه مباشرة يكون يتورط ويأتي في هذه الطريقة. لذلك أنا بتمنى منكم هي رسالة تبقى محفورة بأذهانكم وتنقلوها للآخرين، إنه هي الأمان إما نكون فيها على أكمل وجه أو خلاص يعني كل واحد يجلس في بيته وما نسي للدولة، ما نسي لمؤسساتها. الجمارك سابقا كانت مؤسسة سمعتها سوداء، كانت هذه المؤسسة دائما لما تذكر الجمارك مباشرة يقرأ اسمها بالرشوة، بالفساد، بتعطيل معاملات الناس. نحن الآن دخلنا وبدنا نغير هذه السمعة. فلما نحن مباشرة نشعر بأنه أحد أفراد الجمارك انحرف، مباشرة رح يكون في عندنا حزم في الموضوع، رح يكون في إجراءات حازمة سواء كانت الإجراءات المسلكية أو ما تلا ذلك من مسألة المحاكمة وتتبع يعني إجراءات الدعوة بالحق أمام القضاء. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا. وعلى صعيد آخر فقد أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تفكيك خلية إرهابية في محافظة طرطوس مرتبطة بفلول نظام بشار الأسد البائد ومتورطة في تنفيذ أعمال إرهابية تهدد أمن الدولة واستقرار المواطنين. وقد صرح قائد الأمن الداخلي في طرطوس عبد العال في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية إن وحدات الأمن نفذت عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على كل من غالب صالح وحيدر شداد ومحمد رفيق المنحدرين من قرية العصيبية بريف بانياس. وأوضح عبد العال أن العملية جاءت استنادا إلى تحريات دقيقة ومتابعة مكثفة، حيث تمكنت الجهات المختصة من تحديد أماكن وجود أفراد الخلية ومداهمتهم بنجاح دون وقوع إصابات بين عناصر قوى الأمن. وأكد قائد الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية كشفت عن قيام المدعو غالب صالح وهو عريف سابق في فرع أمن الدولة بدمشق خلال حكم النظام البائد بتجنيد عدد من العناصر لصالح فلول النظام والإشراف على مخططات تهدف إلى ضرب الاستقرار الداخلي من خلال تصوير مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش وتزويد المجموعات الإرهابية بها مقابل مبالغ مالية، وذلك بتنسيق مباشر مع المجرم سومر حسين الملقب بعزرائيل الجبل. وأشار إلى تورط المدعو حيدر شداد رقيب أول سابق في اللواء 106 بدمشق خلال حكم النظام البائد في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت حواجز للأمن والجيش خلال أحداث آذار الفائت، بينما ثبت أن محمد رفيق كان أحد العناصر الفاعلة ضمن الخلية. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إحالة الموقوفين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أيضاً وفي نفس السياق تمكن فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت معدة للتهريب عبر معبر نصيب الحدودي باتجاه إحدى الدول المجاورة. وقد أحبطت العملية بعد تحر دقيق ومتابعة مستمرة، حيث عثر على الكمية مخبأة داخل ظروف عصير فوري وهي أكياس مسحوق تذاب في الماء أعدت خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة عن أعين الجهات الرقابية. وتؤكد إدارة مكافحة المخدرات استمراريتها في تكثيف الرقابة والإجراءات الميدانية على المعابر والحدود وملاحقة جميع المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدرة حرصاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع. 12 مليون حبة كبتاغون، نص طن من الحشيش تمت مصادرتهم من قبل فرع مكافحة المخدرات بريف العاصمة دمشق بعملية نوعية. تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بريف العاصمة دمشق بالتعاون مع الأمن في منطقة البادية من مصادرة شحنة مخدرات هي الأكبر والأضخم، بتضم 12 مليون حبة كبتاغون ونص طن من الحشيش تمت مصادرتهم بمنطقة البادية السورية، وكانت معدة للتهريب للمملكة الأردنية الهاشمية ومن ثم لمنطقة الخليج العربي. بداخل هاي الأكياس اللي هي أكياس كانت معدة للحمل على الظهر، منشوف بكل مكان من الأكياس
في أحزمة بتساعد على الحمل على الظهر على ما يبدو من أجل تسهيل عملية الدخول أو عملية التهريب للمملكة الأردنية الهاشمية. بداخل هاي الأكياس في ماركات مختلفة، أنا أول مرة بشوفها، في ماركات مختلفة من المواد المخدرة، المواد القاتلة. تمت مصادرة هاي الشحنة بالإضافة لمصادرة مجموعة من الأسلحة الفردية والخفيفة اللي كانوا بحوزة أفراد العصابة اللي عم تهرب هاي المواد المخدرة، هاي المواد القاتلة. بنرجع بنقول على ما يبدو أن العصابة اللي تم إلقاء القبض عليها هي تتبع لفلول نظام الأسد البائد. تم القبض على مجموعة من أفراد العصابة على ما يبدو أنه بيتبعوا لنظام الأسد البائد. ضربة موجعة عم يتلقاها الفلول مرة بعد مرة بكل مكان وبكل زمان، لكن هاي المرة ضربتهم أكبر، خسارتهم راح تكون كبيرة، لأنه هاي المواد القاتلة اللي عم تصدر موت وقتل ما بس للسوريين، لكتير من دول العالم. راح تكون خسارتهم بأنه ما راح يكون في مكان بسوريا لإنتاج القتل والموت مثل ما كان على عهد نظام الأسد البائد. سوريا لن تكون مكان لإنتاج القتل والموت وتصدير القتل والموت إلى دول الجوار. ما راح يطلع من سوريا غير رسائل حب، رسائل سلام، رسائل أمان لدول الجوار ودول العالم كلهم بإذن الله.